عمرك صحيت على صوت الأذان وإيدك راحت على الموبايل؟ قفلت المنبه وقلت دقيقة كمان بس، وتفتح عينك تاني تلاقي الشمس طلعت. فاتتني صلاة. تحس بذنب، تزعل، توعد نفسك مش هتتكرر، وبعد يومين نفس السيناريو. ليه؟ ليه بنضعف؟ ليه بنفوت؟ ليه في ناس ما بتفوتش صلاة أبداً؟ الجزء الأول قصة حقيقية. كاتب الكتاب كان بيشوف راجل عجوز كل يوم قبل الأذان بدقايق ماشي على عصاية رايح المسجد. حر، برد، تعب، ولا مرة اتأخر. والكاتب شاب صحيح وقوي وبيفوت. سأل نفسه: هو أنا ناقصني إيه؟ الجزء الثاني أكبر خدعة. يوماً ما أخطر كلمة في حياتك. بكرة، لما أرتاح، رمضان الجاي، السنة الجديدة. الكتاب سماه عالم يوماً ما، عالم كله وعود من غير أفعال، وانت فيه عمرك بيعدي. الجزء الثالث الحقيقة المؤلمة. خلينا نكون صرحة، المشكلة مش في الوقت ولا في الشغل ولا في الظروف. المشكلة إن الصلاة مش أولوية. لو عندك امتحان تصحى، لو عندك سفر تصحى، لو عندك شغل تصحى، لكن الصلاة تتأجل. ليه؟ علشان في دماغك مش رقم واحد. الجزء الرابع علاقتك بربنا. الصحابة كانوا بيستنوا الصلاة مش يستثقلوها. ليه؟ علشان كانوا عارفين ربنا، قريبين منه، بيحبوه. انت لما تحب شخص تستنى مكالمته، تفرح لما تشوفه. الصلاة لقاء مع ربنا، بس لو علاقتك ضعيفة اللقاء هيبقى تقيل. الجزء الخامس انت بتكلم نفسك ازاي؟ اسمع صوتك الداخلي: أنا ضعيف، مش هكمل، مش منتظم، مش نافع. ده اسمه حديث النفس، وعقلك بيصدقك. لو كررت الفشل هتفشل، لو كررت القوة هتقوى. غير كلامك مع نفسك، قول: أنا هحافظ، ربنا معايا، هقدر. الجزء السادس الصلاة مش عبء. الشيطان بيقنعك إن الصلاة تعب، تعطيل، ضغط. لكن الحقيقة بعد ما تصلي ترتاح، تطمن، تهدى. عمرك ندمت إنك صليت؟ ولا مرة، بس ندمت إنك سبت. الجزء السابع سر الملتزمين. الناس اللي محافظة مش ملايكة، بيكسلوا، بيتعبوا، بيزهقوا، بس عندهم حاجة: ضبط نفس. يقوموا غصب عنهم، يصلوا رغم المزاج، يلتزموا رغم الظروف، وده سر أي نجاح. الجزء الثامن خطوات واقعية. لو ناوي تبدأ بجد، نام بدري، ابعد الموبايل، منبهين، صديقي صحيك، صلي أول ما تسمع الأذان، وما تفوتش نفسك: أصلي دلوقتي ولا بعد شوية؟ لا، دلوقتي. الجزء التاسع لما تقع ما تيأسش. هتفوت؟ هتضعف؟ بس الفرق ترجع فوراً، مش تقول خلاص بوظت وتسيب. ربنا بيحب اللي يرجع. الخاتمة. تخيل تموت وآخر صلاة فوتها كانت النهاردة. تخيل تقابل ربنا وتقول كنت ناوي ألتزم بس لسه. هتقول إيه؟ ولا هتبدأ من دلوقتي؟ مش بكرة، مش الأسبوع الجاي، دلوقتي. قوم، اتوضى وصلي. الصلاة حياتك.